هنتكلم النهاردة عن الديبيروجينيشن تانلز أو الاستراليزيشن تانلز. في عملية إنتاج وتعبئة المواد المعقمة داخل الفايل لازم في الأول بنتأكد من حاجة مهمة جدا، وهي عملية تعقيم الفايل الفاضي قبل ما يدخل على مرحلة التعبئة أو الفيلينج. الفيال في الأول بيحصل لها ووشنج عن طريق الووتر فور انجكشن، بعد كده بتدخل على نفق أو ممر أو تانل عشان يحصل لها عملية تعقيم حراري لقتل البيروجين أو الاندوتوكسين، عشان كده اسمها الديبيروجينيشن تانل. وعملية التعقيم الحراري دي بتتم على 3 مراحل. أول مرحلة مرحلة البري هيتنج، بعد كده الهيتنج، بعد كده الكولينج، ولازم يكون في فرق ضغط ما بينهم. أول حاجة في مرحلة البري هيتنج ده بيهيئ الفيال انها تدخل على درجة حرارة عالية. بعد كده مرحلة الهيتنج، ودي المرحلة اللي بيحصل فيها دي بيروجينيشن للفيال، وبيتم القضاء على الاندوتوكسين عند درجة حرارة عالية بتوصل ل 300 أو 400 درجة. بعد كده المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الكولينج، ودي بيتم فيها تبريد الفيال، وتخش بعد كده على مرحلة التعبئة أو الفيلينج، وبعد كده طبعا مرحلة الربر، وبعدين مرحلة الكابينج.